قبل ما نبداو ما تنساوش لايك وسبسكرايب وشي كومونتير زوين، ويلا نبداو الفيديو ديالنا. اليوم بغيت نهضر معكم على واحد الموضوع مهم بزاف وكيعيشوه بزاف ديال صناع المحتوى، ولكن قليل اللي كيهضر عليه بصراحه، وهو المعاناة ديال صناعة المحتوى بخصوص التنمر. ملي كتشوف شي صانع محتوى ناجح كيبان لك كلشي ساهل، مشاهدات، لايكات، متابعين، ولكن الحقيقة مختلفة تماما. وراء كل فيديو كاين ساعات ديال الخدمة طوال، وكاين التفكير في الفكرة، تصوير، مونتاج، رفع المستوى ديال الفيديو، تصميم الصورة المصغرة. ومني كتكمل كل شيء هادشي كيجي واحد كيدخل غير باش يكتب تعليق كيجرحك. انا بغيت نقول لكم دابا واحد الحاجه، اي صانع محتوى في البدايه كيكون متحمس بزاف، ولكن اول حاجه كتستقبله هي التنمر. كيقدر كاع راه كاينين صناع المحتوى لما كانش عندهم شخصيه قويه، راه شحال ديال صناع المحتوى حبسوا من البدايه، باقي كاع ما خطوه والخطوه الاولى. صافي ملي كيدخل عندهم شي واحد كيهبطهم الارض غير بكلمه جارحه، صافي كيقول بلاش من هادشي غنحبس. الاكثريه انا راه شي تعاليق كيكتبوا ليا، راه واخا نكون كيعرفوني في الواقع، واخا نكون ما عرفت بيني وبينهم شي تار، ما عرفتش، شي تعاليق يا ربي السلامه. يتنمروا لك على الضحكه، يتنمروا لك على عينيك، يتنمروا لك على نيفك، على يديك، على صبعانك، يا ربي السلامه. واحد داك النهار بالمناسبه قال لي هكا حاله لايف، تقريبا واقيلا اللايف ديال البارح، حيت هذا الفيديو انا كنصوروا لكم اليوم نهار الجمعه. هكا دايره اللايف بخير مع الدراري، كلشي الامور مزيانه تبارك الله. اللايف طالع من حيث اللايكات ومشاهده، ومهم داك التخربيق. شوش غيقول لي مالكي مترعه داك الفم. دابا اللي يكون بنت ليهم جالسه ومخنزره كيقول لك مالكي وجهك يا ربي السلامه ديما مخنزر كيما درتي وحله. ومن هذا المنبر كنصح كاع الناس اللي دايرين السوشيال ميديا يحاولوا ما يضعفوش وما يطيحوش، حقاش التنمر واحد راه ممكن تخرج على انسان بلا ما تعرف. انت ملي كتنمر على الخلقه ديال سيدي ربي، كتنمر على الشكل ديال داك الشخص، راه كتكون جرحتيه بلا ما تعرف. انت كتجيك غير تعليق هكاك لحتيه وصافي، او لا تعليق قلتيه وصافي، ولكن راه عنده ابعاد خايبه بزاف. وهاد الهضره كلها اللي قلت كنخص بها صناع المحتوى اللي كيكونوا يلاه بادين، باقي لو تخاك، باقي داك، راه نتوما عارفين داك الوقوف قدام الكاميرا كيفاش كيكون واعر اول مره. هادو بالذات انا اللي قصدت، اما تبارك الله الناس اللي متمكنين ويعني دوزوا سنين وفي هذا المجال، راه كنظن تجاوزوا هاد الامور كلها، ويعني ما بقاش كيقضي فيهم التنمر، ولا شي واحد يجرحهم ولا يقول في حقهم شي كلمه خايبه، او لا مثلا داك الفيديو انت ضربتي عليه تماره وكيجي كيخسروا لك في لحظه. مثلا كتكون داير واحد الكونسيبت وكيجي واحد ما تفهمش، هو اصلا راه ما فاهمش داك المغزى من داك الفيديو، اوكي يبدا يتنمر على مثلا الفيديو. هادشي لا ما تنمرش عليك نتايا في خلقتك، كيفاش خلقك سيدي ربي، الا ما لقى ما يقول عليك يعني كنتي كامل الاوصاف، زوين، لابس مزيان قدام الكاميرا، ما خصك حتى خير، ولكن كيدور لك الفيديو كيتنمر عليك، كيقول لك حقا. بحال دابا بالمناسبه كنهضروا واحد الفيديو مؤخرا درتو، راه تكونوا شفتوه، ديال هنا في اليوتيوب، ديال كنلعب بالمانيطه. هو سي ان كونسيبت، يعني انا جاتني الفكره انني نلعب فري فاير بالمانيطه، وكنوصل ديك الفكره ديال غير من باب الترفيه، من باب الضحك والفكاهه. كيجي واحد في التعليق اش كيقول لي،
كتستغلي الدراري الصغار وكتستغلي العقول الصغيره، ودخل معايا في شي هضره يا ربي السلام. دابا هذا فاش بنت لي انا كنستغل الدراري الصغار، انا مجرد كونسيبت درتو غير ديال الضحك. مال هاد الدراري الصغار ما كيفهموش، الدراري راه كيفهموا اكثر من واحد كبير. عارفين فري فاير ما بقاتش كتلعب بالمانيطه، عارفين هذاك الفيديو انا درتو كونسيبت يعني باش نضحكوا. نتوما عارفين ان النص ديال الفيديوهات ديالو كلهم ضحك، كلهم كنحاول ندخل فيهم الجانب الفكاهي. هذا هو المحتوى انا اللي كنركز عليه في المسار ديالي. انا ماشي يعني كنرفض، انا ما دمت كندير محتوى في السوشيال ميديا الا خصني نتقبل النقد، ولكن كاين فرق كبير بين النقد والتنمر. انتقدني على المونتاج، الكاليتي ديال التصوير، مثلا فيديو ما عجبنيش، هذا الفيديو مثلا درتيه قصير، هذا الفيديو طويل بزاف ممل، نتقبلها. هكا كتكون ساعدتيني باش انا نطور من راسي ونحاول نتنبه لشي اخطاء ربما انا ما كنتش كنشوفهم، وانت يعني نبهتيني ليهم. كنشكرك على هذه النقطه، ولكن باش تجي وتنمر عليا والهدف ديالك كيكون انك تحطمني، فهذا اللي ما كنسمحش بيه. وانا راه عيان تنمر عليا، لا في سناني لا في وجهي. انا الحمد لله مقتنعه بشخصيتي، ومقتنعه بداكشي اللي عطاني الله، ومقتنعه بوجهي وبشكلي. ما غنتسناكش انت تجي وتقول لي حقا انت خايبه، انت فمك خايب، وجهك خايب، كتخلعي. ما والو، ما غادي تطيح، ما غاديش نطيح لك نهائيا. هكا تحرق الحجره. ندوزو عاوتاني لواحد الفئه اللي كيقذفوك بالكلام القبيح وكيسبوك، كيقذفوا العراض ديالك، وهما راه ما كيعرفوكش، هما كيعرفوك في المواقع. هو راه ما عارفكش انت كيفاش دايره واخلاقك، وما عمرو تلاقى معك مباشره. يعني اللي كيعرفوا عليك هو انك واحد صانع محتوى كتلوح فيديو، كل نهار كتجيب فكره. هادشي اللي كيعرف عليك، وكيبدا يسب لك في والديك، يسب لك في اخلاقك وفي عراضك فاتقوا الله، اتقوا الله. كنتي صغير ولا كبير راه هذاك الشيء كتهزو فوق كتافك، وغيجي النهار اللي انت غتلقى اللي غيدير لك هكاك، سواء في حياتك ولو ما تكونش كدير السوشيال ميديا. تقدر تكونها في المدرسه، غادي يجي واحد غيتنمر عليك. فلهذا خاصك تبغي لراسك، تبغي للناس داكشي اللي كتبغي لراسك. وبهذه المناسبه كنتمنى تكتبوا لي في التعليقات كل واحد فيكم شنو هو النوع ديال التنمر اللي تعرض ليه في يوم من الايام، سواء في المدرسه، سواء في الشارع، سواء يعني اي نوع من التنمر تعرضتوا ليه. كنتمنى تكتبوهم لي في التعاليق. انا كنقرا التعاليق ديالكم، كنشوف داكشي كله اللي كتكتبوه سواء خايب ولا زوين. ومن هنا كنقول لكم صحاب التعاليق الخايبه ماشي صحاب التعاليق الخايبه، انا ديما تنقول لكم انتقدوني في الفيديو اللي كنحط لكم، ماشي تنتقدوني نتوما. ما كيهمكمش يعني الشخص اللي داير لكم هذا المحتوى، بقدر ما كيهمكم الكونسيبت ديالو، المحتوى ديالو. هذاك هو اللي خاصكم تنتقدوه، ننتقدوا الكاليتي، المونتاج. كما قلت لكم قبيله، مثلا شفتوني ما كنصورش بطريقه زوينه، هذاك الشيء عندك الحق انك تنتقد، هذا كيتسمى نقد بناء. اما باش انت كتخلي الفيديو ما كتشوفش كاع الفيديو، ولا داك الفيديو علاش كيهضر، وكتقابل صانع المحتوى اللي حط لك هذاك الفيديو تفرج فيه وتستمتع به، كتخلي الفيديو وتبقى تهضر عليه هو. راه هادشي راه ما تيدارش. المهم الا كنتو تعرضتوا للتنمر اي شكل، اي نوع او شكل من التنمر، كنتمنى تهبطوا التعليقات وتكتبوا لي شنو هو التنمر او لا نوع التنمر اللي تعرضتوا ليه في يوم من الايام، سواء في الشارع سواء في المدرسه. ودائما غنبقى نقول لكم هذوك الناس اللي كيبقاو
يتنمروا على الناس، راه عمركم ما غادي تربحوا، وداكشي كله اللي كديروا راه كيرجع غير ليكم. وبالنسبه لي انا راه عمر الكلام السلبي ما غيطيحني، ما دمت انا عاجبني المحتوى ديالي وخدامه عليه، وديما كنحاول نجيكم ب... باي حاجه زوينه وكتستاهل ان المتابع يتبعها. فما غادي التنمر ديالكم ما غاديش يقضي فيا نهائيا، لا اليوم لا غدا. اللي كنبغي نقول لكم، كننصحكم نصيحه لوجه الله، راه اتقوا الله. راه كاينين ناس شخصيتهم ضعيفه ودغيا كيتحطموا من اي كلمه قلتيها لهم، سواء في العائله او لا صاحبك او لا كيقرا معاك. اتقوا الله، ما تبقاوش تنمروا على الناس، راه ماشي كلشي شخصيته قويه. وهنا كيكون سال الفيديو، وكنتمنى تكونوا استمتعتوا معايا. وما تنساوش اشتراك، كومونتير زوين ولايك باش نزيد ديما نبقى نعطيكم الاحسن. وشكرا لكم على المتابعه الى وصلتوا حتى لهنايا. وفي الاخر ما عليا الا نقول للناس اللي كيتنمروا على الناس الله يهديكم وصافي.